أول رد من الحاجة سعدية بعد فيديو مشويات أبو زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا شفيعي يا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة في أول الفيديو هنترحم على أم زياد، طبعا ربنا يغفر لها ويرحمها. بس هنبدأ كمان بزياد، عمل بقى ستوري وقال اللي عايز يسأل أنا فاضي. فالناس قالت له أنت نفسك تبقى ايه لما تكبر؟ قال اللي ربنا كاتبه لي. طب وكمان نفسك في كلية ايه؟ قال في كلية هندسة إن شاء الله قسم ميكانيكا. وكمان الحاجة شافت بقى ان العيال عندهم امتحانات ومشغولين، نيرة في تالتة اعدادي وزياد في تانية ثانوي، فان شاء الله هيعمل معادلة يعني ويبقى يدخل ان شاء الله كلية هندسة. عملت لهم بقى فيديو يعني قمة في الروعة، عملت لهم عيش وعملت لهم قرنبيط باللحمة المفرومة بالتقلية، فجميل قوي. نيرة بقى هي هزرت مع نيرة بتقول لها انتي طالعة بخيلة لمين؟ ده ستك مش بخيلة. يعني هي كده بتقول بطريقة غير مباشرة على ان نيرة يعني مش طالعة لامها ولا لستها، فاكيد طالعة لمين؟ اكيد لحد يعني من عيلتها بقى وكده، زي ما احنا بنهزر يا جماعة مع اي حد من ولادنا نقول لهم ايه؟ لا انت مش طالعة زينا كده، مش عارفة ايه كده يعني. فهي الحاجة سعدية ما شاء الله قمة في الادب والاخلاق، وربنا يبارك لها يا رب. طوية العيال ومحسسهم فعلا، اي نعم طبعا محدش هيقدر يعوض مكان الام، ولكن هي بحنيتها وباسلوبها وان هي دايما ماسكة اعصابها وبتضحك على طول ومبتسمة، فربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة. كمان نيرة ما شاء الله بقت اللهم صل على النبي، يعني عروسها ان شاء الله تنجح كده في تالتة اعدادي كده وتطلع من الاوائل. زياد كمان كان اتسأل عن مين اكتر واحد بيحبه في خلانه، فقال انا بحبهم كلهم ومعتبرهم اخواتي الكبار، فربنا يحفظهم يا رب ليه. اما بالنسبة بقى الفيديو ابو زياد ومشويات ابو زياد، فيعني الواحد يعني شاف الفيديو قال طب ما انت قاعد طالع روحك يعني، وطبعا الشوي ده صعب اوي في الشوي، فيا ريت ترجع لولادك وتشوي لهم كده ويدوقوا من عمايلك ومن طبيخك، ويا رب الموضوع يتحل والمحاكم بقى ننساها دي ونفتح صفحة جديدة.